يومي خوري تعرضت للسرقة بقلب فرنسا، شكلي مثل بيضة. عنا اليوم من الجزيرة أرابيك. هذا الزلمة عن جد معجز عنا بالوطن العربي. هذه يومي. لا تعرف يومي؟ هيدي ورقة. ألا تعرف من هذه الورقة؟ انفلونسر وموديل لبنانية ودكتورة نصائح. ركزوا على الكلمة نصائح. انفلونسر ودكتورة نصائح. ودكتورة نصائح. ما كيف بيشرح بهالطريقة؟ والله بدي افهم، يا ريت انا في اشرح مثله. هي صاحبة الحكمة الشهيرة القائلة خلسيلو مصرياتو. شو اللي بيطمني؟ حسابي بالبنك. لك السلاسة بالحكي. شو اللي بيطمني؟ حسابي بالبنك. تلقب نفسها بالدكتورة. المهم الدكتورة ذهبت بجولة سياحية في مدينة كان الفرنسية، اصطحبت معها كل الخزانة كالعادة. خيي روق كيف نط من موضوع لموضوع. اليوم بدنا نحكي عن صاحب أطول جبهة بالعالم. مو مين ومو فين ومو شو عم بيعمل هلا، بس هو صاحب أكبر جبهة بالعالم. هو كالعادة بيطلع بيحكي كتير قدام الكاميرا وهو مو عارف شو عم بيعمل. أخذوا لي ساعة باسبوري وكل جديدة. مان ليش في هالقد ميك اب عليها وجهها؟ هي لهالدرجة مهووسة بحالها؟ موضوع غريب. أول مرة بشوف هيك شيء. ترك نصوص النظارات. برو هدي شوي، انت طنشت الفيديو كله كيف كانت عم تبكي ومقهورة البنت وانت ركزت على عويناتها؟ شو بدهم فيها اصلا الحرامية؟ ما بالاخير عوينات، منا هالشيء. على كل حال المسروقات التي نوهبت من غرفتها في الفندق. بس طلعوا لي على المشي بس. شوف الثقافة والأناقة بمشيته، شوف السلاسة بس. والتي بكت عليها السيدة يومي بلا دموع. ما أنا بشكل عام لما واحد يجي يبكي وحاطط فلتر على وجهه ما راح يبين انه عم يبكي، اوكي؟ مثل ما صار بدراما نور ستارز لما كانت عم تبكي انت you're sick you need help. نور ستارز كانت عم تبكي وحاطه فلتر على وجهه وما كان مبين دموع. وثانيا هي مع الحق تبكي، ليش؟ انسرق جواز السفر. شو بدك اكثر من هالريزن؟ اذا بتسافر لاي دوله وضاع منك جواز السفر انت رحت فيها. في اكبر من هالسبب عشان يثبت لكم انه هالدموع مش فيك. جايز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لانه اذا وصلنا 700 مشترك بعطيكم بوسه، طبعا بوسه اخويه. الساعة تقول انها ار ام او ريتشارد مايل. 350,000 دولار. 350,000 دولار حق الساعة وبدك اياها ما تبكي؟ ها؟ انا مجرد ما سمعت المبلغ طار. برو من وين جبت البدلة؟ الكثير من الصفحات على السوشيال ميديا تناقلت خبر اعتقال الشرطة الفرنسية لسائق يومي الذي أقر بطلب يومي منه العبث بغرفتها لعمل مقلب بوالدتها. مبدئيا غض النظر ما بعرف اصلا من صحة الكلام، بس الواحد لما يسرق بشكل عام اي مجرم يمسك من شرطي، اوكي، سواء كان بريء او مش بريء، اوكي، لما يجي يروح يقول للشرطي كلام اللي هو بده يقوله، الشرطي اول شيء رح تطلب براسه انه لا هو عم يكذب، اوكي. ثاني شغله مش منطق كركب غرفتها هيك، لانه مين رح يطبن؟ شيلنا موضوع الغرفة، اوكي. البنت انسرق باسبورها، سرقت الباسبور شيء كبير مش شيء هين. ما حتطلع تبكي قدام السوشيال ميديا لانه البنت اصلا مش ناقصه دعم. ثاني شغله هي اصلا طلعت تسجيل الكاميرات. الو ها؟ فقالت اروى ما اعرف اذا هي فعلا انسرقت ولا تبي ترند، بس البكيه والتعابير توحي بانعدام الجديه. نعم مثل ما قلت لكم هي لا بالناقصه ترند ولا ناقصه فيوز، وكانت حالتها فلتر بوجهها. احمد قال لك أحمد في شيء اسمه تأمين سفر. أستغرب من العرب اللي يسافرون بأشياء غالية مرة، ساعات وملابس بآلاف وما ياخذونه. برو انت كيف عم تشرح بالمشاعر بعد؟ برو كيف عم تشرح بالمشاعر؟ الو بمختصر المفيد انسرق بيتها او شقتها ليومي خوري، طلعت وعم فضفض بالسوشيال ميديا وبلش تطلع عن اشاعات انه عم تكذب ما عم تكذب والف قصه ما رح نتدخل فيها، لانه هي كمان نزلت تصريح واضح وصريح حترفع عليه قضيه. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لانه اذا وصلنا 700 مشترك بدي اعطيكم بوسه، طبعا بوسه اخويه. برجع بقولكم يا صناع المسخره خافوا مني لانه انا جاييكم. خلص بكفي